السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا. يعني لو عندك بيضاية واحدة وربع زيت، ربع كوباية من زيت التموين، هنعمل كيكة عائلية من كيكة الهوهوز دي يا جماعة. شايفين شكلها ما شاء الله، عملنا كام قطعة وقد ايه الكيكة بتاعتك هشة وطرية، والمسامات بتاعتها كمان ضيقة كده ومش واسعة. جميلة جدا جدا، جربيها بقى بالطريقة دي، هتعجبك وهتعجب الأولاد كمان. شوفي بقى انت لو بتشتري الصينيه دي كده من بره او بتشتري قطعه بالشكل ده، شوفي بقى سعرها كام دلوقتي. وقبل ما ندخل على الطريقه، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه عندي هنا بيضايه بدرجه حراره المطبخ، عندي كمان كوبايه من السكر، برضو سكر التموين مفيش اي مشكله، كوبايه من الحليب او اللبن، عندي كمان ربع كوباية زيت، والزيت ده بتاع التموين يا جماعة، هشتغل بيه ومش هيبقى فيه اي طعم ولا ريحة للكيكة خالص خالص خالص. هنحط كمان معلقة من الخل، هنحط كيس من الفانيليا، هضربهم بقى كويس وبعد كده نرجع مع بعض. بعد بقى ما ضربت المواد السائلة بتاعتي اللي كانت في الخلاط بالشكل ده كده، بقى فضيتها في بولة عندي، وبعد كده بقى هجيب معايا هنا كوبايتين من الدقيق. كده اول كوبايه لازم طبعا ننخل الدقيق كويس علشان ما يبقاش في اي تكتلات، والكيكه بتاعتنا كده تكون هشه من جوه. كده نخلت كوبايتين من الدقيق، عندي كمان نص كوبايه من الكاكاو الخام، ويستعملي بقى كاكاو خام يكون حلو كده علشان هيخلي الكيكه بتاعتك يكون طعمها حلو وريحتها كمان حلوه جدا. معايا كمان معلقه من البيكنج باودر، وهحط كمان هنا معلقه من البيكنج صودا، معايا كمان رشه الملح. وهبدأ بقى أخلط يا جماعة بقى المواد السائلة اللي ضربناها في الخلاط مع المواد الجافة بالشكل ده كده يا جماعة، لحد طبعا ما الدقيق بقى يختفي خالص وما يبقاش في أي تكتلات عندي بالشكل اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. كده خلاص يا جماعة، شايفين كده قوام الكيك بتاعي يعني تقيل لسه، ده مش القوام المظبوط. بعد كده جبت كمان نص كوباية من المية المغلية، هحط لهم معلقة قهوة سريعة الذوبان، هقلبه بقى كويس بالشكل ده كده. وهبدأ بقى انزل بالخليط بتاعي اللي هو نص كوبايه من الميه المغليه عليها معلقه من القهوه، قلبتهم كويس مع بعض وهنزل بقى بيهم. وهبدأ بقى يا جماعه اقلب بالشكل ده كده. والخطوه بقى بتاعه الميه المغليه مع الكيك بتخلي الكيك بتاعنا هش جدا، المسامات بتاعته بتكون ضيقه، يعني بيكون كيكه حلوه جدا جدا جدا. جربي بقى الخطوه دي وما تقلقيش خالص. بعد كده جبت الصينيه بتاعتي، دهنتها دهنة زيت ورشتها كده رشة دقيق خفيفة بالشكل ده. هنزل بقى بخليط الكيك بتاعنا اللي عملناه بالشكل ده كده يا جماعة. طبعا هنزل بقى بيه كله كله، مش هسيب اي حاجة بقى في الطبق. وطبعا في الوقت ده بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، بحطها في الرف الأوسط. قعدت حوالي يا جماعة من 20 ل25 دقيقة، وطبعا على حسب الفرن بتاعك. بعد كده بقى هنعمل الصوص الشوكولاتة التحفة بتاعنا ده من غير ولا نقطة شوكولاتة. معايا هنا نص كوباية سكر، هحط لهم كمان نص كوباية زيت، عندي كمان هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام. زي ما بقولك استعملي بقى كاكاو خام يكون حلو كده، بستعمل كاكاو خام اسباني يكون طعمه حلو. ومعايا هنا يا جماعه بديل الهوهوز، طبعا الهوهوز بقى مقاطعه فاحنا مش بنستخدم الحاجات دي، ففي بقى بديل الهوهوز حطيت كده حوالي 3 وحدات منه بالشكل ده كده يا جماعه. واخر حاجه هحطها نص كوبايه من الزيت. هضرب بقى الخليط بتاعنا ده كويس بقى، وبعد كده هتاكلي اطعم صوص شوكولاته انت عملتيه. شايفين بقى صوص الشوكولاته بتاعنا يا جماعه، حطيته بقى في البوله بتاعتي كده بالشكل ده كده. شايفين لامع كده وجميل جدا وطعمه كمان حلو جدا جدا جدا. خلاص الكيك بتاعنا خرج من الفرن، وسبته كمان يبرد بس شويه كده علشان طبعا هبدأ بقى اسقيه دلوقتي. جبت كده العصايه بتاعت الشيش طاووق او اي خل عندك، وهبدأ اخرم الكيكه بالشكل ده. اهم حاجه تسيب الكيك بتاعك يبرد شويه قبل ما تسقيه. جبت كمان نص كوبايه من اللبن، حطيت لهم كده معلقه من صوص الشوكولاته اللي عملناه، وهبدا بقى اسقي الكيكه بتاعتنا بالشكل ده. طبعا برضو الخطوه دي بقى بتدي طراوه كده للكيك، وبتخلي الكيك كده طعمه حلو جدا جدا.
شايفين بقى حطيت كده نص كوباية اللبن كلها بالشكل ده كده، وهسيبه بس حاجة بسيطة لحد ما الكيك بتاعنا يتشربه كله. كده خلاص الكيك بتاعنا اتشرب اللبن اللي حطيناه مع صوص الشوكولاتة. بعد كده بقى هجيب صوص الشوكولاتة يا جماعة بالشكل ده كده، هبدأ بقى احطه على الكيكة اهو. جربي بقى صوص الشوكولاتة ده هيعجبك جدا جدا جدا. هبدأ بس اوزعه كده على كل الكيكة بتاعتي كده من فوق. شايفين بقى بتوزع معانا بكل سهولة. يا ريت لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك وتكتبي لي بقى كومنت حلو منك كده. وبعد كده كان عندي برضو شوية كده من النوتيلا، هبدأ اعمل بقى بيهم كده خطوط رايح جاي كده بالشكل ده كده يا جماعة فوق الصوص اللي حطيناه. وده يعني تزيين بقى حاجة ترجع لك براحتك خالص. ممكن بس تستكفي بقى بصوص الشوكولاتة اللي عملناه وحطيناه ده فوق الكيكة، وهتبقى معاكي حلوة جدا جدا. بس طبعا عشان التصوير يعني بنحب بقى نزين الحاجة شوية. كده خلصته بالشكل ده كده اهو يا جماعه. بعد كده كمان كان عندي برضو شويه من الكريم شانتيه، هبدا كده اعمل وردات بالشكل ده اهو يا جماعه. شايفين بقى طبعا مفيش اسهل ولا اسرع من كده تزيين ممكن تعملي لي الكيكه بتاعتك. ما شاء الله عملنا كيكه عائليه يعني 12 قطعه كيكه حلوه جدا جدا. كمان كان عندي كده كام واحده كده من الكريز قطعتهم وحطيتهم كده فوق الكريمه. كمان جبت كده كام واحده من بديل الهوهوز بتاعنا وعملته كده قطع بالشكل ده كده، وبدات احطه كده جنب الكريمه. وزي ما قلت لك انت ممكن تستكفي بس بالصوص اللي حطيناه وهيبقى معاكي احلى جاتوه ممكن تعمليه. كده يا جماعه الكيكايه بقى القمر بتاعتنا دي خلصت كده. زي ما بقولك عملت معايا 12 قطعة ما شاء الله، يعني حاجة كده حلوة جدا. ممكن بقى تسيبيها في التلاجة حوالي ساعة ساعتين قبل ما تقدميها بقى، علشان تبقى معاكي ساقعة بقى ومتماسكة كمان. شايفين بقى شكلها بعد ما خرجتها بقى من التلاجة، سبتها بس حوالي ساعة كده يا جماعة. وبعد كده هنشوفها بقى مع بعض. قد ايه بقى يا جماعة الكيكة بتاعتنا هشة جدا، والمسامات بتاعتها كده ضيقة. شايفين عاملة ازاي؟ بجد تستاهل التجربة، جربيها ان شاء الله وهتعجبك جدا وهتعجب الولاد كمان. وزي ما بقولك ما حطينالهاش ولا اي مكعب حتى شوكولاتة خالص. ويا ريت بقى لو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.